زي ما قلت كده، في دوري مفيش كاس، بس دايما في دوشه وفي مشاكل. حتى لو مفيش حاجه خالص، لو مفيش كوره هيفضل اتحاد الكوره ده في دوشه دايما وفي مشاكل. العقوبات في انتظار جهاز المنتخب الاولمبي. الكابتن الحقيقه انور صالح بيؤكد، هو الكابتن عزمي مجاهد والمجموعه اللي بتدير الاتحاد دلوقتي، ان هم حولوا للتحقيق الكابتن هاني رمزي والكابتن طارق السعيد والكابتن علاء عبد العزيز للتحقيق على التصريحات اللي هم اصدروها عن البعثه الاخيره. وقالوا ان هو راحوا قبلوا منتخبات قطاعات او فرق قطاعات، قبلوا لعيبه من على القهاوي، ان الشركه الراعيه ما نفذتش بنود تعاقداتها. الكابتن انور صالح بيقول ان الكلام ده ما ينفعش يصدر في تصريحات، الكلام ده بيتكتب في تقرير قبل ما تعملوا اي حاجه وقبل ما تقولوا لازم ترجعوا لنا، حولهم للتحقيق. وكان برضو في كلام امبارح ان هو هيجيب الكابتن هاني رمزي وهيقعدوا مع عمرو عفيفي. شفنا تصريحات جامده عبر الفضائيات من الكابتن هاني رمزي، من الاستاذ عمرو عفيفي رئيس الشركه الراعيه برضو لاتحاد الكره. بس هو بقى السؤال، هل النهارده اتحاد الكره مش فيه عقد معروف الفريق ده رايح يقابل مين؟ معروف القصه ايه؟ المنتخب الاولمبي ده مش المفروض ان بيسافر حد قبلها يطمن المنتخب رايح يلاعب فرقه ولا رايح يلاعب منتخب ولا رايح يلاعب ايه؟ يعني وضع برضو دايما بقينا بنسمع الفتره الاخيره. الحقيقه اتكلمت كتير برضو داخل ملاعب اليوم وقلت واكدت ان يعني ان كلام منتخب مصر او كلام المنتخب الاولمبي او كلام عن اي منتخب بيلبس فانيله مصر لازم بحاجه كبيره قوي. بس الفتره الاخرانيه بنشوف لا، المنتخب المصري بيروح يلاعب فرق بتيجي قبلها ب5 دقائق، والمنتخب الاولمبي زي ما شايفين بيلاعب فرق بيقول لا مش دي الفرق اللي لعبناها قبل كده. هل في مشكله بقى في الفانيلات اللي احنا اخدينها هديه دي؟ هل في مشكله في العقد بتاع الملابس؟ هل في مشكله في مين بالظبط؟ ايه المشكله؟ الناس برضو الحقيقه في يعني اللي بتدير الاتحاد بتعمل، يعني الناس بتجتهد، بتحاول تعمل اللي عليها دايما، يعني بيسعوا بجميع الطرق. بس هو هنا بقى لازم السياسه تكون يعني زي ما بيقولوا قطع رقبه، يعني تصريح غلط قطع رقبه، مفيش خلافات. هل الخلاف النهارده من الكابتن هاني رمزي اللي راح النهارده يقابل منتخب مصر، لا النهارده المنتخب ده فرقه كده يا شباب بتوع المدارس جايين بيلعبوه؟ ولا هل المشكله في الشركه المنظمه لمنتخب اللي كل شويه تطلع علينا وتصرح وتقول والله احنا بنعمل شغل جامد جدا علشان نوفر فرق ترضى تلاعب منتخب مصر او المنتخب الاولمبي وراح الاولمبياد؟ يعني بصراحه الله يكون في عونه الاستاذ عمرو عفيفي او الشركه الراعيه، ان هي ازاي بتجتهد دلوقتي ان تجيب فرق علشان تلاعب منتخب اولمبي او منتخب مصر، في حين بقى ان النادي الاهلي اقل ماتش بيلعبه دلوقتي ب 200,000 يورو او 250,000 يورو. ده الماتش الحقيقه اللي عليه المشكله. يعني انا ما بقتش عارف والله. يعني دايما بنقول بكره كويس بكره كويس، واحنا برضو متمسكين ان شاء الله باذن الله ان بكره كويس. بس مش عارف يعني، هل الفرقه اللي قدامنا ده منتخب اوروبي؟ هل الفرقه اللي قدامنا دي فرقه قطاعات؟ هل الفرقه دي فعلا شباب من المدارس جايين بيجربوا نفسهم؟ مش عارف. واحد قال لي جمله قبل ما اطلع جميله جدا من الاعداد، قال لي يا كابتن ده كان فيهم واحد بيشوط الكره بوز. ده لفظ انا ما سمعتوش غير من وانا في المدرسه. بيشوط الكره بوز يعني ايه؟ يعني ما فيش فكره، يعني فيهم لعيب ابيض، وده ما ينفعش. ده احنا قبل الماتش ده قالوا الكابتن هاني رمزي رايح هياخد بطاره لان هو لعبهم قبل كده وخسر. الراجل حتى بعد ما فاز في الماتش قال يا جماعه مش دي الفرقه، انا جاي العب مين؟ وكان برضه تصريح محترم الحقيقه للكابتن هاني رمزي. ما الراجل كان ممكن يخلص الماتش وقال انا عامل ماتشات جامده وبكسب، بس هو عايز يعمل فتره اعداد جامده يروح الراجل بيها الاولمبياد، يعمل حاجه مشرفه. لو هو هيسافر عشان يقابل الفرق دي بالمنظر ده، طب ما يقعد يلاعب الاهلي والزمالك، طب ما يلاعب المنتخب الاول. ايه بقى ايه مشكلته؟ هتبقى اقوى بكتير جدا من الفرق دي، وهيعمل لقاءات جامده جدا وهيعمل ماتشات جامده جدا. مش عارف والله. احنا دايما بنتكلم وبنوجه يعني رساله، بس هو دلوقتي مطلوب الحقيقه من الكابتن انور صالح او من الكابتن عزمي مجاهد زي ما بيقول كده اجراءات رادعه. كابتن هاني رمزي غلط يحاسب، وفي كلام دلوقتي ان في تغيير في الجهاز الفني. انا ما اعرفش هل التوقيت دلوقتي يسمح، ما اعتقدش، اعتقد الموضوع صعب. عمرو عفيفي غلط يحاسب. ده بقى سؤالنا النهارده برضو للمشاهدين واي حد عايز يتصل بينا يقول رايه. هل انت موافق ان الكابتن هاني رمزي يتغير في التوقيت ده؟ هل انت مش موافق؟ انا حاسب لكم الحريه الاختيار زي ما بيقولوا. بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها، لان احنا في ملاعب اليوم دايما ملناش وجهه نظر او وجهه نظر دايما محايده، بس اللي انا متاكد منه واثق منه ان فانيله منتخب مصر او اسم منتخب مصر
يساوي اكتر من كده بكتير. ده اللي انا متاكد منه. عندنا مشاكل ما عندناش مشاكل، بنلعب برجل واحده، هو ده اللي انا برضو واثق منه. هنروح بقى برضو للنادي الاهلي واحمد فتحي.